ايه بقى ايه الحكايه؟ في ايه؟ الحكايه دي ايه؟ في الفستان وفي الفيديو. هو حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا شوفي، هو انا مش حابه اعلن عن شخصيتي حاليا يعني ايه؟ يعني انا مش حابه اعلن عن شخصيتي، بس انا الفيديو بتاعي كان لهدف معين. لا حضرتك مش عايزه تعلني عن شخصيتك، فامال جايه ليه؟ حضرتك طالعه في التلفزيون. تمام، كله على راسي من فوق، بس انا اساسا الفيديو مش الهدف ان انا اتكلم فيه عن شخصيتي. انا الهدف فيه ان انا بوجه رسالتي للجيل اللي موجود حاليا. لا هو انا مش مستضيفه حضرتك عشان الفيديو، انا مستضيفه حضرتك عشان اعرف انت مين. انا مين بس؟ مين اللي نزلت الشارع وقفت؟ ما هو دايما اللي بيعملوا الترندز دي حاجه من الاتنين، يا اما بتبقى واحده عايزه تمثل فبتظهر، لان ابتدى التمثيل يعتمد شويه على البلوجرز او الناس اللي عملت ترند. ايوه. او يكون حد فعلا شايف ان دي طريقه انه يتجوز بيها فعلا. لا لا لا، اولا انا مش هدفي خالص. ينفع تشيلي ده؟ لا معلش. ليه؟ مش حابه اشيله. ما هو مش هينفع. ما هو انا مش حابه اشيله برضه، انا مش حابه ده اعلن عن قانون. شخصيتي. لا ما هو انا مش حابه اعلن عن شخصيتي حاجه. ما هو ينفع. بس معلش اسمحي لي بس ان انا ما اتكلم معاكي في ينفعش، نقطه. ده قانون. ما ينفعش حضرتك تطلعي معايا ولا منتقبه ولا حتى. ماشي، لا دي حريه شخصيه. لا حريه شخصيه، لا هي حريه شخصيه عادي، ما انا ممكن اجيلك منتقبه هتيجي تقولي لي اقلعي النقاب. مش هينفع. لا ما هو انا وانا مش اعرف، انا لا. شرفني حضرتك منتقبه راجل ست، لازم اعرف صوتي ست لا انا ليه قاعده مع حد ما اعرفوش؟ حضرتك تعرفيني ولا لا؟ طيب انت حضرتك كلمتوني فانا جيت كلمناكي على اساس ان احنا هنعمل معاكي حوار نعرف قصتك، عشان هو تمام. انا اصلا البرامج بتتعمل انها بتقدم قصص، او برنامجي انا بيقدم قصص. تمام. فانا اقعد مع حد ما اعرفش هو مين؟ ما يمكن حضرتك حد ما ينفعش اقعد معاه. طيب بس انا مش الهدف الفيديو عشان انا اولا اكون ترند. طب اسمعيني بس. انا هدفي ان في ست طلبت عريس في ميدان، طيب وهي لابسه فستان فرح، فانا بقول لها زي ما قلت لحضرتك، انا بسال هل ده عشان كده ولا عشان كده، وحضرتك مين؟ طيب انا هرد عليكي عشان انت قلتي جزئين، ان انت حابه تكوني ترند او انا حابه اكون ترند. لا انا عامله الفيديو ده عشان انا اكون الاول حابه حضرتك ترند. مين؟ حضرتك اسمك ايه؟ بتعملي ايه في حياتك؟ حضرتك مين؟ هويتك ايه؟ هويتي انا عروسه الوطن العربي. حضرتك اسمك ايه؟ شاذة الحجاجيه. امرأة بتكلم بلسان كل ست عربية. هدف الفيديو بتاعي له ترند ولا اني انا اكون ترند، انا حابة ان انا اكون براند. ويا ريت حضرتك لو سمحتي ما يكونش فيه كاتنج في الموضوع. طب حضرتك في الاول شيلي ده. معلش انا حابة مش حابة دلوقتي. حابة دلوقتي؟ لا انا مش حابة اعلن عن شخصيتي دلوقتي. انا مش هدفي ان انا اعمل ترند لنفسي، انا اللي عايزه اعمل ترند لنفسي. انا كان قبل كده كان نازل لي. لا انا مش فاهمه ترند. لا هو حضرتك شيء على فكره، الهويه بتتاخد من العينين اكيد، مش من البق. اكيد. طب حضرتك مخبيه بقك فكده مخبيه شخصيتك؟ لا يعني مش موضوع كده خالص، بس إيه؟ انا مش هدفي برضو ان الناس تركز على ان انا يعني عن شخصي اكتر ما انا حابه ان انا اوجه رساله. حضرتك بعد كل اللي حضرتك عاملاه ده مش عايزه حد يتعرف على شخصك؟ هو الضرورات بتبيح المحظورات. هي لا دي ليه؟ عشان ايه؟ تمام. ما هو انا زي ما قلت لحضرتك، انا لا اصل دي حضرتك بوجه رساله معينه بس. لا دي مديه انطباع مش حلو حضرتك. لا ليه؟ عشان هي ايه ليها البس حاجه مترتر مغطيه بقي. لا على فكره انا لابساها من زمان قوي مش من دلوقتي. انا اساسا غير دي انا بمشي في الشارع ببقى لابسه ماسك، يعني مش لشيء في حاجه يعني غلط. لا خالص، بالعكس. انا على فكره انا اخده ملكه جمال. امال ايه؟ ما انا ليش انا عشان اكمل الحوار بس اعرف ليه حضرتك مغطيه وشك؟ عشان برضو انا زي ما قلت لك انا مش حابه اعلن حاليا عن شخصيتي، ممكن فيما بعد، لكن انا حاليا مش شخصيتك ايه حضرتك؟ علاقه ببقك؟ ماشي مالهاش دعوه برضو. عينين حضرتك باينه ومناخيرك وشعرك جميل جدا. لا انا بحب برضو ابقى ماشيه في الشارع براحتي، بس مش حابه ان انا زي انا ما قلت لك، انا مش حابه ان انا
انا مش عارضه تبقي الفيديو. ماشيه الشارع براحتك يعني ايه؟ يعني ابقى ماشيه في الشارع بقى، انت لسه قايله انت. طب ما حاجه يعرفوكي من عينيكي بقى. لا ما حدش يعرفني ازاي؟ غير الناس اللي هي القريبه مني. لا مين قال؟ انا بقول كده. لا مين؟ لا حضرتك لو مشيتي في الشارع الناس طيب هو هتعرف. حضرتك، انا معلش، انا مع احترامي لكلام حضرتك، انا جايه عشان اتكلم عن الشكل بتاعي العام، ولا جايه عشان اوصل المسج بتاعتي؟ لا حضرتك اللي جايه هي أساس ضيفه. اول احنا ما حاجه اتكلمناش في أي اول شيء. حاجه ما ينفعش ابقى قاعده مع ضيفه مش عارفه شكلها ايه، ممكن ولا برا هي الاستوديو. مين، ما اقدرش. ممكن بره الاستوديو اوريهولك يعني لحضرتك، لكن للناس انا مش حابه حاليا. انا حابه مسج معين بوصله. مسج ايه حضرتك؟ هي دي مش حاجه. ماشي، انا ما هو انا زي ما قلت لك، انا مش بتكلم عن طب نفسي. حضرتك لبسوها كمامه وهاتوها. انا مش لا انا مش برضه مش حابه برضه البس كمامه. انا حابه بشخصيتي، مش انا عملت الفيديو بنفس اللوك، فانا حابه ان انا اكون بنفس اللوك. مش بنمثل دور هنا. طيب ولا احنا بنمثل دور؟ هو انا جايه عشان امثل دور؟ انا لو عايزه امثل، ما انا معروض عليا مسلسلات وافلام وحاجات كتيره واعتذر يعني. ما حبيتش ان انا معروض عليكي افلام ومسلسلات. دي حقيقه. ممكن اوريكي مين حضرتك؟ بس هوريكي شخصيا، مش هوريكي انك قولي لي مين حضرتك عرض عليكي؟ مين منتج او مخرج عرض؟ حد انت ممكن تكوني عارفاه كويس جدا، شفت لك صوره معاه. مين؟ ممكن اذكر الاسم الاول منه. حتى كان لسه عارض عليا عمل، وانا لسه مكلماه امبارح، اعتذرت عنه. مين؟ المنتج بلال. بلال؟ انا اعرف منتج اسمه بلال؟ بلال صبري. لا لا شفت لحضرتك صوره معاه. لا ما انا بتصور مع الناس كلها. طيب ممكن بقى ما تكونيش عارفاه، لكن عرض عليا بقاله 5 سنين. كان عارض عليا، اتصل عليا وقال لي في فيلم 100 وش، فانا اعتذرت عنه. حضرتك طلعتي طلبتي عريس على الهوا، وبعدين بتقولي بمثل كل امراه عربيه. ايه الرساله؟ هقول لك الرساله بتاعتي كويس. انت كده بقى برافو عليكي يعني. لا هو مش برافو عليا خالص، لان انا هنهي اللقاء حالا. هنهي اللقاء حالا. لا ليه؟ عشان مش من حقك تقعدي قدامي وانا مش عارفه انت حضرتك مين. ما ينفعش. تمام ماشي. انا قلت لك بره الكواليس. انا لا مش بره الكواليس، حضرتك قاعده قدامي ضيفه، لازم ابقى عارفه حضرتك مين. ما ينفعش تبقي مغطيه وشك، لانه انا مش حابه برضه ان انا. ايوه تغطيه الوش دي لما نكون بنمنع مثلا ان حضرتك مش عايزه تبقي معروفه عشان انت مثلا بتتكلمي في حاجه حساسه مثلا، او مش عايزه تعرفي عشان احنا مثلا موضوع ما حدش يعرفه، لكن ما فيش اي داعي ان حضرتك تغطي وشك. مش هي خصوصيه. ممكن فيما بعد اعمل لايف تلفزيون ولا لايف فيديو. شوفي لا انا عامله الفيديو لهدف معين. تمام بس طب انا ممكن طيب حضرتك انا ممكن اقول لك شيء تاني. انا ممكن اطلع معاكي في حلقه تانية عادي واعلن عن وشي، بس حاليا لا، دي ما فيهاش مشكله. تطلعي معايا في حلقه تاني؟ ايوه. ليه؟ على اساس ده شيء يشرفني يعني. لا ربنا يخليكي. على فكره انا هقول لحضرتك شيء. انا في برامج كلمتني، بس انا عشان عندك مصداقيه والبرنامج بتاعك فيه مصداقيه، فانا وافقت ان انا اجي هنا. كتر خيرك. بس لكن انا مش لكون الترند وكون ان انا اكون مشهوره، او انا لو عايزه اكون مشهوره كان زماني مشهوره من زمان قوي. امال ايه بتعملي ايه؟ انا عندي هدف معين بوصله للجيل اللي نسي لمة الطبلية. تمام. اللي نسي، اللي ممكن، اللي هو مش عارف اساسا. حضرتك وقفتي في ميدان طلبتي عريس صح؟ تمام. قلتي عايزه اتجوز؟ قلت كده فعلا. انت عايزه تتجوزي؟ لا انا لو عايزه اتجوز كان زماني اتجوزت. امال عملتي كده ليه؟ شوفي، هو حاليا في الوقت الحالي الجواز بقى شيء صعب للشباب. حضرتك عملتي كده ليه بس؟ ما هو انا بقول لك هاي عشان بوجه رساله. بوجه رساله للشباب. هي ايه؟ الشباب اللي هي مش عارفه تتجوز، الشباب اللي هي. حضرتك وقفتي في الميدان تقولي عايزه اتجوز عشان توصلي رساله ايه للشباب؟ بوصل رساله ايه للشباب؟ ايه هي الرساله؟ الرساله انك انت مش. شوفي انا اتعرض عليا كتير جدا من ناس. طب بس لا معلش تردي عليا بس. طيب ما انا هرد عليكي بقى. طيب حضرتك وقفتي، ايه الرساله اللي بتقدميها من خلال انك تقفي في ايه الرساله كذا كذا كذا؟ الرساله انك دلوقتي بعض او كتير من الشباب اللي هي بتدور على العروسه اللي محتاج، اللي هي غنيه، اللي معاها فلوس، ما بتدور